فيتصورون أحيانا بصور رجال معروفين. كان جبريل يتصور بصورة دحية الكلبي، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معركة الخندق، وقد رابط المسلمون عند الخندق أكثر من 20 ليلة، فلما دخل صلوات ربي وسلامه عليه على عائشة تقول فإذا بمناد ينادي خارج البيت: يا رسول الله اخرج إلي اخرج إلي. تقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت أنظر من فتحة الباب فإذا دحية الكلبي راكبا على فرس، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف تحت الفرس، ودحية يقول: أو قد وضعت السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إني ما رجعت الآن إلا من طلب القوم. يعني إن قريشا لما هربت جعلت أتبعهم حتى طردتهم عن المدينة تماما لئلا يفكروا في الرجوع، وإني خارج الآن إلى بني قريظة. ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته حتى يفصل الله الحرب بينه وبين عدوه. تقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ لأمة الحرب ولبسها وأراد يخرج. يا رسول الله إلى أين؟ قال: هذا جبريل جاءني يأمرني أن أخرج إلى بني قريظة. تقاطرت جيوش الإسلام على حصن بني قريظة، السرايا، الكتائب، الأفراد، كلهم مسلحون، أحاطوا بحصن بني قريظة. النساء ينظرن، الرجال يترقبون، أغلقوا عليهم الحصن لكنهم كانوا خائفين. قذف الله في قلوبهم الرعب. 3000 مقاتل للتو خرجوا من معركة، والآن يحيطون بحصن بني قريظة الذين غدروا بالإسلام والمسلمين. 30 فارسا معهم. لما تكالمت وتكابلت الجيوش خاف بنو قريظة. ماذا نصنع وماذا نفعل؟ أرسل كعب بن أسد إليهم، وكان سيدا من ساداتهم، فجاءهم وقال لهم: يا قوم، ليس لكم إلا 3 أمور: إما أن تدخلوا في دين محمد وتنجوا بعد هذا، الثانية أن تقتلوا نساءكم وأطفالكم بأياديكم ثم تذهبوا وتقاتلوا محمدا، فإما أن تغلبوا أو تغلبوا. قالوا: والثالثة؟ قال: الثالثة أن تقاتلوه يوم السبت حين يأمنكم فيه، وقد حرم الله عليهم القتال يوم السبت. قالوا: لن نجيبك بهذه الثلاث. خاف بنو قريظة فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا أن ائتنا برجل من خلفائنا، وكان خلفاؤهم الأوس. قالوا: نريد أبا لبابة أن ترسله إلينا نتفاوض، نعرف ماذا تريد. فسأل النبي: أين أبو لبابة؟ قالوا: ها هو يا رسول الله. قال: اذهب إليهم. وأخبره بحكم رسول الله فيهم. فلما اقترب أبو لبابة من الحصن أخرجوا له النساء والصبيان والأطفال يبكون، وأظهروا له الخوف والحزن. تخيلوا كيف يأتي رجل فيرى أطفالا ونساء وصبيانا يتضاغون وهو يعلم حكم الله ورسوله فيهم. فلما وصل إليهم قالوا: ما رأيك يا أبا لبابة؟ قال: أرى أن تنزلوا على حكم رسول الله. قال: وما حكم رسول الله؟ يسألون أبا لبابة. لم يجبهم، ولكنه أشار إليهم هكذا، أي الذبح، كأنه أفشى سرا. فلما علم أبو لبابة بأنه قال كلاما ما كان ينبغي أن يقوله لم يرجع إلى رسول الله، خاف وحزن وندم. طيب ماذا نفعل الآن؟ اليهود أرسلوا إلى رسول الله: ما حكمك فينا؟ فأخبرهم أنني سأحكم فيكم بقتل النساء والذراري. قالوا:
نريد رجلا من حلفائنا يحكم فينا. وجاءت الأوس إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن بني قينقاع قد فعلت فيهم ما فعلت وهم حلفاء الخزرج، أما بنو قريظة فهم حلفاء. ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا نعم. قال فالحكم لسعد بن معاذ. رضي الأوس بهذا الحكم، بل ورضيت اليهود بهذا. قال إنه حليف عندنا لا بد أن يرحم. أحسن وأجمل في حلفائنا، أحسن وأجمل في حلفائنا، يعني بني قريظة. وكان سعد من الأوس. فإذا به سعد ينظر ثم يقول آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما سمع الأوس بهذا ذهبوا إلى بلادهم وإلى ديارهم وإلى بيوتهم ينعون بني قريظة. علموا ماذا سيحكم سعد بن معاذ.